يا الله، دخلنا البرج صدفة ولقينا الطيرة مال الهيد جوا بالبرج ويا الطيور. طبعا البرج مبهذل وتعبان، لا نريد نغيره مكانه، صايرة لوت وزواجي ما شاء الله. خلنا نشوف شنو الوضعية. طبعا ما داخل البرج صار قاعد ولا شايفين، ايش اجي اشوف واروح. طبعا ندخل جوا البرج نشوف شنو الوضع. لقيت هنا فرخات هلو بالقاع. هاي زواجل، هذا شذر وهذا مقلم، اعتقد مسبقات. هنا لوت هلو يابا هلو. هاي شني؟ الطيرة هم جواها فراخ، لكن مبين فرخ. وهذاك الأحمر والقندية هم جواها. بس شو تقولون الطيرة انقضها لها مال الهيد؟ بس كذا تعال لازم تخابر صاحبها، خليها هي الطيور وهي بعد تطير. هي طير تروح صاحبها، ليش انقضها؟ من تقضها تعال لازم تخابرها. ديش بيضاء المن ما ادري، صار الوضعية في طيح. شغل البرج مرتب وخانات وكذا وما يفرخن. هسه مو صارت هيك الوضعية، تريد غير مكانهن والله ينفرخن ويبيضن. شنو هذا تو طلع لي؟ هذا الصافي قديم. طبعا عندنا زواج الأب عن جد. يعني أب عن جد شلون صار لهم 6 سنوات. هسه هذا المقلم صار له ما شاء الله 6 سنوات تقريبا عندنا. ماكو لا، هو الزاج الوفي يعني يبقى على صاحبه، مو نفس اللوت هسه ذا الطيرة من هاي يجوز فرة فرتين، إذا رجع بها خير على خير، ما رجع روح توكل على الله. هذا الأبيض هو وبنته هاي الزازة، أعتقد مزاجات لأن هاي الفرخات طبعا يراد لهن حجول، بس يا إلى خلقهن يغير برجهن يعودون وذيك الساعة حجول وكذا. هسه ما تقدر تغيرهن. شلون ما تقدر تغيرهن؟ لأن الجو شتاء وباردة، وإذا غيرت برجهن يراد لك باليومين يلا يكبر ولازم تعزلهن تسوي برجهن لوت وبرج. هسه اشتق خطيان يروحن بالليل وعدتن فروخ هلو لو هذا الفرخ مريض ظل كح. والايام هاد مال الزواج اللي انت بعد طلع نشوتشن هنا. هذا الزواج لازم ما يشبع، بس يشبع يدخل جوا. الجو حتى يظل برا، من يظل برا يطير كل شوية طاير هيجي راح ينزل لك طيور راح تكض. شوف هذا البياضي، هذا جدة سعودي بس هو عندنا من الرس السعودي. بس شوف شكلي شو خطية. هذا أول ما صار طقته صالة، طقه هزاز ورجعناه وطيبناه. هسه باقي أبي شوية لكنه مع الصالة. هذا ابن هذا الأحمر وديش القندية بالزاوية، أعتقد جواهن بياض أو شي. ذاك الأحمر ابن هذا الأحمر المثوم. هاي بالله هيك ربت وياهن، ربوا وياهن فرخة وهسه ما شاء الله. يلا لهنا وصلنا لنهاية الفيديو. حبيت أشوف الطيور، حبيت أشوف الطيرة مالت البارحة هي وياهن داخل جوا. إخوان
قناة جديدة لأن قناتنا ذيك راحت، أعطتكم عمرها. اللي يشوف الفيديو ويعجبه الفيديو ويحب هاي السوالف، احنا بعد يوميات وطبخ وأي شي فلوكات طيور راح ننزلكم بالقناة. اللي يشوف الفيديو ويعجبه الفيديو خلي لنا لايك واشتراك إذا ما صير زحمة. لهنا خلص فيديونا اليوم، إن شاء الله نشوفكم غير فيديوهات. مع السلامة.